اعمل تظلم ولا ما اعملش تظلم؟ وقال لي يا مستر الدور التاني بيبقى اصعب من الدور الاولاني ولا لا؟ ايه الدور التاني ده؟ اللي هو لو حد شايل ماده يعني. تعال اقول لك بقى، لو انت دلوقتي عايز تعمل تظلم تعمل ولا ملوش لازمه؟ التظلم في البابل شيت بنسبه 99% ما بتاخدش درجات للاسف، بس اعمل عشان تريح نفسك وتريح ضميرك وتحس ان انت عملت اللي عليك في الامتحان بجد، وان انت اتظلمت، ما يكونش مثلا تقصير منك او نقص مجهود منك. فانت تعمل تظلم. لو ليك درجات هتاخدها باذن الله، لو ليك درجات بس مش مرصوده تاخدها في وقتها. انما لو ليك درجات بس فيها مشكله في التصحيح او حاجه، بتقدم قضيه والموضوع بياخد ممكن سنه. فالتظلم دي مشكلته والعيب الوحيد اللي فيه. طيب هل الدور الثاني اصعب من الدور الاولاني؟ مفيش الكلام ده يا جماعه. الدور الثاني انت بتخش عايز تجيب 30 من 60، فالضغط بتاعك اللي انت داخل بيه الامتحان بيبقى قليل. يعني انت ضغط رهبه الامتحان، انت عايز تجيب 30 من 60، عايز تجيب النص. فانت بتخش تأزأز في الاسئله. في اسئله صعبه، سؤالين ثلاثه يا عم فكك منهم، ما تضيعش وقتك فيهم. فالدور التاني بيبقى اسهل باذن الله من الدور الاولاني، بيبقى فيه كتير اسئله كتيره من الدور الاولاني. نفس الفكره بس ممكن تبقى اتغير. يعني مثلا ايه يقول لك ايه، مثلا في الدور الاولاني مثلا جاب لك فاعل، ففي الدور التاني جاب لك مفعول به. في الدور الاولاني مش عارف جاب لك المساله بالشكل ده، في الدور التاني ممكن يجيب لك العكس. فبيبقى نفس الافكار نفس كل حاجه، مفيش اي صعوبه في الامتحان. فما تقلقش خالص من الدور التاني. وموضوع التظلم ده انت ونصيبك، وانت ارضائك لنفسك. كنت مبسوط جدا ان انا كنت معاكم امبارح في مؤتمر طريقك للكليه في اسكندريه، محافظتي العزيزه. حابب اشوف كل الناس بقى بتوع المحافظات. بدايه الشهر الجاي باذن الله كده هنعمل تور كده جميله في المحافظات باذن الله. حجزنا هيقفل يوم 1/8 في السنتر وفي الاونلاين، عشان خلاص احنا لازم نقفل عشان نشوف بقى نكلم الناس والمذكرات وتسليم المذكرات والكورس اللي هنعمله باذن الله على اليوتيوب والكورس اللي هنعمله في السنتر باذن الرحمن. حبايب قلبي اشوفكم دايما على خير. طلاب 25 استنوني بقى في كل يوم كده هكلمكم على كليه، وطلاب 26 اشوفكم كمان اسبوعين ثلاثه كده في السنتر وفي الاونلاين. حبايب قلبي باذن الله بقى سنه سعيده علينا وعليكم، يا رب اشوفكم دايما على خير.